حبايبي، قبل ما نبدأ المسلسل تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص المسلسل الصيني الجديد الطابق 19. هتعمل ايه لو لقيت نفسك دخلت في لعبة ومجبر انك تلعب علشان تقدر تعيش، وبتشوف صحابك وهم بيموتوا قدام عينيك؟ يا ترى هتكمل اللعبة ولا تستسلم وتموت انت كمان؟ طب لو عاوزين تعرفوا انا بقصد اقول ايه، تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا لي الاخر. ويلا بينا. يبدأ مسلسلنا على بيت مسكون، وبيكون موجود فيه واحد بيحاول يهرب من الوحش لكن بينقذه شخص. وفي مكان تاني بيكون اول يوم دراسي للطلاب الجامعيه، وبتكون في بنت بلوجر بتصور اول يوم دراسي ليها، وبيكون اسمها لي، وبيقابلها وانغ، وده شخص فضولي جدا، وبيروح يتعرف على لي اللي بتكون مش طايقاه اصلا لانها بتكون شايفاه ان هو شخص فضولي. طب بلاش رخامه يا ابني. وبعد شويه بتدخل الحرم الجامعي تشون، ودي بقى بطلتنا النهارده. وانغ بيكون معجب بشخصيتها جدا لانه بيشوفها بنت قويه وجريئه، وبتقول لي ان تشون اقوى بنت في الحرم الجامعي. ولما تشون بتروح السكن بتاعها بيكون معاها صاحبتها جيني اللي على طول لازقه فيها كده لانها شخصيتها ضعيفه جدا، وتشون بتعمل فيها ثواب وبتحميها من المتنمرين. لكن تشون بتحس بحاجه غريبه، بتكون ناحيه القصر اللي جنب سكن البنات، فجيني بتعرفها ان البيت ده مسكون واسمه الطابق 19. المهم ان تشون بيروح السكن بتاعهم وبيعرفوا على اصحابهم في السكن اللي بتكون دودو، ودي بتكون مصابه في رجليها وماشيه على عكاز، وبيكون معاها لي اللي بتكون خايفه جدا من تشون وبتحاول تتجنبها. ما تخافيش، ما بتعضش. المهم ان بالليل لما الكل بينام تشون بتحس بجيني انها بتقوم تمشي وهي نايمه، وبتدخل البيت اللي جنب السكن، وهناك بتشوف راجل شكله غريب جدا، وهوب تشون بتصحى من النوم وبيكون ده كله كان حلم. ايه الرخامه دي؟ والكل بيصحوا عشان يبداوا يومهم الدراسي، وبيركبوا الاتوبيس اللي هيوصلهم الجامعه، وفي الطريق بيكون في عربيه فيها 3 شباب وبيخبطوا في الاتوبيس، والكل بيتنقل على المستشفى. المهم ان الكل بيكون فاقد الوعي، وفجاه بتبدا اللعبه، وتشون بتلاقي نفسها دخلت اسانسير وما تعرفش هي وصلت المكان ده ازاي، وبيتفتح الاسانسير وبتلاقي قدامها القصر اللي هي اصلا كانت شافته جنب السكن. ولما بتدخله بتلاقي جيني صاحبتها معاه و3 شباب اللي عملوا الحادثه اللي هم هابر وبينغ وتشانغ، وبيظهر كمان راجل عجوز. لكن تشون بتحس بحركه، وفجاه بتبدا اللعبه وبتنطفئ كل الانوار اللي في المكان، وبتظهر قدامهم شاشه وبيكون فيها رسوم متحركه لوحوش الظل، وفجاه بيطلعوا الوحوش من الشاشه وبتبدا تهاجمهم. وتشون بتلاقي الراجل اللي شافته في الحلم بيحذرها، لكن فجاه بيتقتل قدام عينيها، وبتبدا وحوش الظل انهم يهجموا عليهم، وبيتقتل هايبر صاحبهم. فهنا بيضطروا يهربوا قبل ما يموتوا هم كمان. هو بيتقسم الجزئين، وكل جزء فيهم بيروح لمكان، وبيفضلوا يحاولوا يهربوا من الوحوش لحد ما بيتجمعوا كلهم في مكان واحد، وبتكون الوحوش محاصراهم. لكن فجاه بيظهر جيانج، وده بقى هو بطلنا النهارده اللي بيفتح لهم باب عشان يقدروا يهربوا منه، وفعلا بيقدروا يهربوا من المكان ده. وجيانج بياخدهم على مكان يستخبوا فيه، وبيكون واضح عليه ان هو عارف المكان كويس قوي، وتشون بتكون شاكه فيه. ولما بيروحوا على الاوضه دي عشان يستخبوا فيها، جيانج بيعرفهم ان في لوحه لخريطه المكان ده، وتشون بتفتكر انها شافتها وهي بتهرب من الوحوش. المهم ان في الوقت ده العجوز بيلاقي صندوق وبيفتحه، وبيلاقي فيه اكياس، ودي بتكون عباره عن ادوات مساعده ليهم، وكل واحد بيختار كيس، ومنهم اللي بيلاقي شمع، ومنهم اللي بيلاقي طاسه، ومنهم اللي بيلاقي فاس. والمفروض ان كل اداء من دول ليها استخدام عشان يقدروا يحموا نفسهم. لكن تشون بتكون مركزه في الخريطه بتاعه المبنى علشان تشوف طريقه للخروج، بس تشانغ بيطلع واطي قوي وبيكون عاوز ياخد الخريطه معاه عشان يهرب هو ويسيبهم. غبي، وبياخد الشمعه بتاعه تشون وبيتفق معاها ان هو ياخد الخريطه، وفي المقابل يديها اداه من اللي في ايده، وبتتفق معاه على كده، وبيديها الشمعه، وبيكون فاهم ان الفاس هيحميه، بس ما يعرفش ان الشمعه هتحميه اكتر من الفاس، لان جيانج بيفتكر وقت ما شاف تشون وهي بتهرب من الظل لحظه ان وحوش الظل بيخافوا من النور، يعني لو في نور هيختفوا على طول، وهنا الشمعه بتكون افيد من اي اداه حاده. المهم انهم بيبداوا يخرجوا عشان يشوفوا اماكن الخروج اللي هيقدروا يطلعوا منها، وطبعا تشانغ بياخد بينغ صاحبه، وتشون وجيانج بيركزوا في الخريطه وبيكونوا عاوزين يوصلوا للاوضه الاساسيه للكهرباء عشان يقدروا يقيدوا النور. وفي الوقت ده بينغ وتشانغ بيكونوا وصلوا للشباك وبيحاولوا انهم يكسروا فيه علشان يقدروا يخرجوا، اما تشون فبتطلع بالشمعة عشان تشوف المولد الاساسي للكهرباء. والعجوز وجيني بيكونوا لوحدهم في الاوضه وبيهجم عليهم وحش، لكن جيانج بينقذهم في اللحظه الاخيره بالكشاف بتاعه وبياخدهم معاه، وبيقابلوا تشانغ وبيانغ اللي بيكونوا بيحاولوا يهربوا من الوحش. لكن تشانغ كالعاده بيكون واطي وبيكون عاوز يهجم على جيانج عشان ياخد منه الكشاف، لانه بيكون فاهم ان الوحوش بتختفي من النور، وبيفضل يتخانق معاه عشان ياخد منه الكشاف. لكن جيانج بيمسك بينغ صاحبه وبيهدده بقتله علشان يديله الكشاف، لكن تشانغ لانه ندل وواطي بيسيب صاحبه وبياخد الكشاف وبيطلع يجري يا جبان. وجيانج ما بيلاقيش اي حاجه في ايده غير انه يسيب بينغ ويمشي، لكن تشانغ بيرجع لصاحبه وبيقول له انت فاكرني هسيبك يا هبل؟ دي خطه مني،
يلا تعالى معايا. قليل الاصل والنبي يا ابني. المهم ان تشانغ وبينغ بيدوروا على محول الكهرباء، وجيانج وجيني والعجوز بيدوروا على المركز الرئيسي للكهرباء، وتشون بيكون معاها الشمعة وبتروح لجيانج. اما تشانغ فبيكون وصل لمحول الكهرباء، ولما بإيده بيكون محول تشغيل المراوح، وتشون بيكون وصلت للمركز الرئيسي للكهرباء. لكن في الوقت ده بيكونوا خايفين من الوحوش جدا اللي بدأت انها تهجم عليهم بسبب ان الشمعة بتطفى لان المراوح بتطفي الشمعة. اما جيانج وتشون فبيحاولوا يتصرفوا ويقيدوا المحول، لكن الشمعة بتكون خلصت وبيحاولوا انهم يدافعوا عن نفسهم من الوحوش. وتشون بتكون مركزة في توصيل الاسلاك عشان تقدر انها تقيد الكهرباء، وجيانج بيحاول يبعد الوحوش. وفي اللحظة الأخيرة بتقدر تشون انها توصل الكهرباء للمكان، وبيختفوا الوحوش كلهم. واخيرا وهوب الكل بيصحى من النوم، وكل واحد فيهم بيستغرب الحلم اللي حلم بيه. وتشون وجيني بيكونوا في المستشفى، ولما جيني بتقوم وهي خايفة من الحلم، تشون بتفهم انها حلمت نفس الحلم اللي هي حلمته. اما جيانج فبيروح المستشفى عشان يشوف بقية الفريق، لانه اول ما بيصحى من النوم بتجيله رسالة بان الطلبة اللي اتصابوا في الحادثة فاقوا. المهم ان تشانغ وبينغ بيفوقوا وبيحكوا الحلم لبعض، وكل واحد ما بيكونش مصدق ان اللي حصل معاهم ده مجرد حلم وخلاص. لكن بيانغ بيفتكر ان هايبر صاحبهم مات في الحلم وبيطلع يدور عليه، لكن ما بيلاقيهوش، وتشانغ بيروح وراه عشان يقنعه ان اللي حصل ده مش حقيقة، ده مجرد حلم. لكن بيتأكد ان اللي حصل ده حقيقة لما بيشوفوا جيانج قدامهم وبيعرفهم ان هو حلم نفس الحلم. اما تشون فبتروح تدور على بقية الفريق وبتقابل العجوز وبيعرفها ان هو ما حلمش بحاجة. اما جيانج فبيعرف تشانغ وهايبر ان صاحبهم مات، وانه شاف الدكاترة وهم مدخلينه المشرحة، فبيروحوا على المشرحة عشان يتأكدوا انه صاحبهم مات. لكن الحراس بيشوفوهم وبيمنعوهم وبيعرفوهم ان صاحبهم عايش وانه خرج من المستشفى، وبيروحوا عشان ياخدوا تقرير من الدكتور ان صاحبهم عايش وخرج. لكن جيانج بيكون مصمم ان اللي حصل معاهم ده مش مجرد حلم، واكيد في حاجة حصلت معاهم هي اللي دخلتهم لعبة الطابق 19. المهم ان اخر اليوم تشانغ وبيانغ بيسهروا مع بعض وبيشربوا خمرة كتير على امل انهم يقدروا ينسوا اللي حصل معاهم، والكل بيناموا في وقت واحد وبيدخلوا اللعبة من تاني، وبتبدأ اللعبة معاهم. وبتكون المرة دي كل واحد بيظهر معاه بطاقة، والبطاقة دي بتكون مفتاح لباب من الابواب الموجودة حواليهم، وفجأة بتظهر الشاشة قدامهم وبيظهر منها اسد، والمطلوب منهم انهم يفكروا بسرعة عشان بيكون في اغنية شغالة. ولما الاغنية دي بتقول اسم البطاقة، الاسد بيجري ورا صاحب البطاقة دي علشان ياكل، وعلشان تشانغ بيكون حظه حلو قوي فبيكون هو اول واحد بيتنده اسم البطاقة اللي معاه، والاسد بيجري وراه، وكل ما بيرمي البطاقة دي بترجع له من تاني، وبينغ بياخد منه البطاقة وبيجري مكانه. لكن تشانغ بيروح عند جيانج وبيفضل يترجاه عشان ينقذ بينغ، لكن اسم البطاقة بيتغير وبيجي على تشانغ، وهنا جيانج بياخد منه البطاقة وبيجري مكانه. لكن في الوقت ده تشون بتحاول انها تلاقي حل، وبتفهم ان المفاتيح اللي معاهم دي بيقدروا يهزموا بيها الاسد بمجرد انهم يفتحوا الباب. وفعلا تشون بتشاور لجيانج انه يحذف لها المفتاح علشان الاسد يروح عندها وتفتح الباب في الوقت ده، وهوب الاسد بيختفي وبيطلعوا من الباب ده وبيلاقوا نفسهم دخلوا المكان ده تاني وبيبداوا اللعبة من تاني، وبيقدر كل واحد فيهم انه يفتح الباب بالبطاقة اللي معاه ويقضوا على الاسد. لكن بيجي وقت البطاقة الاخيرة اللي بيكونوا مش عارفين فين الباب بتاعها، وبتكون البطاقة دي مع العجوز. لكن تشانغ بيكون تعبان من كتر الجري وبيبدل الابواب مع الراجل العجوز عشان يرتاح شوية، وبيكون فاهم ان كده كده الاسد مش هيجري وراه، ولسوء حظه وده لان نيته مش صافية خالص، فبيجي الدور على البطاقة الفاضية والاسد بيبدأ يجري وراه. وطبعا بيانغ بيدخل وبياخد منه البطاقة وبيجري وراه، لكن الاسد بيقدر يضرب بينغ وبيوقعه على الارض، وبيكون الاسد قدامه وتشانغ بيكون جنبه وفي ايده انه ينقذه وياخد منه البطاقة وبيجري. لكن تشانغ بيطلع واطي كالعادة يعني ومش بيبدل البطاقة، والاسد بياكل بينغ قدام عينه. وهنا بيكون صدمة تشانغ، لكن تشون وجيانج بيكونوا عرفوا مكان المفتاح وبيكون متعلق في رقبة الاسد، وبيقرروا انهم يدخلوا المفتاح في الجرس المتعلق في رقبة الاسد. وهنا بيكون صاحب اللعبة شايف كل اللي بيحصل معاهم، وتاني يوم كلهم بيصحوا من النوم وبيكونوا اتأكدوا ان في حاجة بتحصل معاهم، وخصوصا انهم بيلاقوا ان بينغ دخل في غيبوبة، لكن الدكتور بيعرفهم انه دخل في غيبوبة بسبب تسمم الخمرة. وتشون وجيانج بيكونوا متأكدين ان اللي بيموت في اللعبة بيموت في الحقيقة، وبيفضلوا يفكروا في حل مع بعض. واليوم ده كلهم بيخرجوا من المستشفى، وتشون وجيني بيخرجوا وبيلاقوا سكرتيرة جيانج مقابلاهم عشان توصلهم السكن وبتعرفهم انها هتكون مسؤولة عنهم، فبيركبوا معاها العربية عشان توصلهم. لكن تشون وجيني لما بيوصلوا السكن، تشون بيكون عندها فضول انها تدخل البيت اللي اسمه الطابق 19، وفعلا بتدخله. لكن لما بتكون هناك بتلاقي جيانج جه المكان وطلع، لكن جيانج بيكون عارف ان تشون في المكان وبيكون قاصد ان هو يطلع ويخليها تمشي وراه لحد ما بيوصل مبنى وبيستخبى فيه، وبيكون فاهم ان تشون بتمشي وراه. لكن بيتفاجئ بالسكرتيرة بتاعته اللي بتعرفه ان المسرحية هتبدأ في صالة العرض كمان شوية. وطبعا تشون
بتكون واقفة وسامعاهم. ولما جيانجي بيروح المسرح تشون بتروح وراه وعينيها بتكون عليه هو، ولما بيطلع من المكان تشون بتطلع برضه وراه. وطبعا جيانجي بيكون عارف ان تشون وراه لحد ما بيوصل على بيته، وتشون بتحاول تفتح الباب وبتلاقي جيانجي جه من وراها وبيقول لها مفتاح الباب، وبيقول لها ها هتدخلي نتكلم ولا هتفضلي واقفة مصدومة على الباب كده؟ وطبعا تشون بتدخل البيت تتكلم معاه، وتشون وجيانجي بيكونوا متأكدين ان اللي بيحصل معاهم ده بسبب لعبة الطابق 19 اللي كانوا بيجربوها لما دخلوا الحرم الجامعي، وبيفهموا ان اللعبة كده متحكمة فيهم، فاكيد في شريحة في جسمهم موصلة اللعبة دي بمخهم. وفي الوقت ده بيكون تشانغ قاعد جنب بيانغ في المستشفى، ولما بيدخل الحمام بيلاقي الدكاترة جايين عشان ياخدوا بيانغ، وبيسمعهم بيتكلموا مع واحد على الموبايل وبيعرفوا ان بيانغ دخلت في غيبوبة. لكن بعد شوية بيلاقوا اللعبة بدأت في موبايل كل واحد فيهم، وبكده بيفهموا ان اللعبة فعلا بتتحكم فيهم. وطبعا كلهم بيناموا، وتشون بتفوق وبتلاقي نفسها في الاسانسير، ولما بتفتح الاسانسير بتلاقي نفسها في مكان تاني. وطبعا لما بتنزل بتقابل باقي الفريق، لكن بيلاحظوا ان في شخص جديد بيكون دخل اللعبة معاهم وهو وانغ، وده بيكون فاهم ان الدنيا سهلة خالص. لكن جيانجي بيقول له فوق يا بابا واهدالي بقى كده شوية عشان ليلتنا دي تعدي على خير، عشان نطلع كلنا سالمين. وبعد شوية بيدخلوا اماكن وبيشوفوا ترابيزة كبيرة وبيكونوا عليها البصمات بتاعتهم ولازم يلمسوها. المهم انهم بيلمسوها فعلا، لكن بيلاقوا ان في بصمة لشخص سابع. وبعد دقايق بتطلع لهم الساحرة دي وبتقول هينزل لكم التابوت دلوقتي، لازم واحد منكم يدخل جواه قبل ما البخور يخلص والا هتموتوا. وفي اللحظة دي الكل بيكون في حيرة وما بيكونوش عارفين يعملوا ايه، وبينزل لهم فعلا التابوت وبيكونوا مقررين ان اضعف شخص فيهم هو اللي هيدخل التابوت. وطبعا جيني بتكون الشخص ده، وعلى اخر لحظة من دخولها التابوت تشون بتزق جيني جواه، وفجأة بيظهر لهم ناس على شكل زومبي علشان يقتلوهم وبيبداوا يقتلوا فيهم. لكن جيني في الوقت ده بتكون خايفة ومرعوبة من التابوت لانه ضلمة، وفي نفس الوقت بتكون سامعة صوت الساحرة بيفضل يقول لها ان محدش بيحبك علشان انت ضعيفة. المهم انهم بيقدروا يعرفوا نقطة ضعف الزومبي ايه وبيضربوا راسهم. ولما بتيجي دودو اللي هي الشخص السابع بتضرب الزومبي الباقيين بالسيف وبتقضي عليهم، لكن دودو بتكون مقنعة ووانغ ما بيكونش عارف هي مين وبيكون معجب بيها جدا. وبعد ما بيخلصوا بيتفتح التابوت وجيني بتخرج منه، وتشون بتكون مستنياه، لكن جيني بيكون اتشحنت حقد ضد تشون. وتاني يوم جيانجي وتشون بيصحوا وبيلاقوا نفسهم نايمين جنب بعض، وبيجي لهم دعوة من شركة اللعبة عشان يحضروا هناك لانهم بيكونوا من اللعيبة المتميزين. وجيانجي بيكون فاهم ان في فخ، لكن تشون بتعرفه انها هتروح الشركة عشان تعرف ايه اللي بيحصل. وفي الوقت ده بقية الفريق بيكون صحي، وطبعا جيني بتقوم من النوم وبتفكر في كلام الساحرة وبتكلم تشون، وبتستغرب لما بتعرف انها نامت بره السكن. ولما بتروح المستشفى وبتشوف جيانجي معاها بتعرف انها استغنت عنها لانها ضعيفة وبتحاول انها تبعد عنها، وبتقابل الدكتور بتاعها وبتقعد معاه وبتحكي له همها. المهم ان بعد شوية جيانجي وتشون بيروحوا المقر الرئيسي للعبة وبيفضلوا قاعدين وهم مستنيين دورهم، لكن بعد شوية بيجي لهم واحد يتكلم معاهم، وهنا تشون بتحس انها شافته قبل كده وبيكون فعلا هو نفس الشخص اللي شافته وهو بيموت في اول اللعبة. المهم ان الشخص ده بياخدهم على اوضة وبيطلب منهم يسيبوا الموبايلات بره الاوضة عشان خصوصية المكان. المهم ان جيانجي وتشون بيقابلهم واحد تاني وبيقعد معاهم علشان يقنعهم ان هم يمضوا على العقد مع الشركة عشان يكملوا في اللعبة ويكونوا من ابطال اللعبة. لكن تشون بتخليه يقول كل اللي هو عاوزه، وفي الاخر بتقول له هو انا لو مضيت العقد ده ايه اللي هيحصل؟ والرئيس بيقول لها ولا اي حاجة. المهم ان في الوقت ده بيكون تشانغ قدام مبنى اللعبة وبيكون معاه سكينة وبيدور على صاحبه هايبر اللي بيكون فاهم ان اصحاب الشركة خطفوه، لكن بيتفاجئ ان هايبر بيتصل عشان يطمن عليه وبيقفل. اما جيانجي وتشون فبيكونوا مش مقتنعين بالعقد ده وبيطلعوا من الاوضه من غير ما يمضوا على العقد، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا باقي الفريق في المكان وبيخرجوا من الاوض اللي جنبهم. لكن تشون اول ما بتشوف جيني بتجري عليها علشان تسالها اذا كانت مضت على اللعبه ولا لا، وبتتصدم لما بتعرف ان جيني مضت على العقد وبتعرفها انها ما بقتش ضعيفه خلاص وقادره انها تعتمد على نفسها. يا اختي هتودي الكل في داهيه. المهم ان تشون بتقرر انها تدخل تمضي على العقد عشان تكون مع جيني عشان تقدر تحميها وما تسيبهاش لوحدها، وبقيه الفريق بيدخلوا يمضوا هم كمان العقد لانها بتكون اجبرتهم انهم يكملوا اللعبه. ولما بيخرجوا تشون بتلاقي رساله من جدتها وبتعرفها انها تعبانه، وبتطلع تشون تجري عليها عشان تشوفها، لكن بتلاقي ان جدتها بتضحك عليها. ليه بس يا حاجه هي ناقصاكي؟ وبيكون جيانجي معاها، ولما بتشوفه بتاخده عشان تحط لهم اكل. اما تشانغ في الوقت ده فبيكون راح لباباه وانغ عشان ياخد منه الفلوس اللي استلفها منه عشان يعالج بيها بنغ صاحبه، لكن بابا وانغ مش بيوافق ان هو يديله حاجه. ولما بيشوف وانغ بيعرف ان اللعبه اللي دخلوها دي خطيره جدا واللي بيموت فيها بيدخل الغيبوبه في الحقيقه، بمعنى اصح بيخوفه عشان يساعده يجيب الفلوس من باباه. المهم ان تشو بتكون في البيت وبتشوف قلم في الزباله وبتفتكر ان القلم ده شافته في الشركه وشافت زيه مع دكتور جيا اللي في المستشفى، فبتقرر انها تراقبه هي وجيانج.
جيانج. اما وانغ فبيكون خايف من اللي قاله تشانغ، وبيكون عاوز يعرف مين دودو عشان ما تلعبش اللعبه. ولما بيشوف جيني بيسالها على دودو، وبيعرفها ان هو عاوز يمنع دودو من اللعبه عشان خطيره. وهنا جيني بتفكر في كلام الساحره، وبتقعد تفكر مع نفسها، وبتفتكر اول يوم شافت تشون فيه لما كانت ماشيه بالموتوسيكل وبتصورها، وشافتها وهي واقفه في الطريق لما شافت قطه مخبوطه. واخر اليوم الكل بيكون مستعد عشان يدخل اللعبه، وبيجي وقت اللعبه وبيبداوا يدخلوا نفس المكان من تاني وبيتجمعوا كلهم. ولما وانغ بيشوف دودو في اللعبه بيحاول يحذرها من اللعبه دي، والكل بيعرف ان تشانغ هو اللي قاله على المعلومه دي. المهم انهم بيسالوا دودو عن شخصيتها الحقيقيه، وهنا دودو بتفتكر انها لما جت تلعب اللعبه دي دخلت بشخصيه تانية لانها بتكون مصابه في رجليها، فعشان كده دخلت بشخصيه كرتونيه. وبتكون مبسوطه جدا في اللعبه لانها قادره انها تقف على رجليها لوحدها. وبتحكي لهم انها دخلت اللعبه دي قبلهم وعملت البصمه، وفضلت مراقباهم لحد ما قررت انها تدخل تاني. المهم انهم بيدخلوا المكان من تاني، وفي مكان تاني بينزل لهم مجموعه كبيره جدا من الزومبي، وتقريبا كده بيكون فيهم شبه منهم. بس يعني الفريق ده ما بيكونش عارف عدد الزومبي الموجودين دول كلهم، وبيبداوا يتفرقوا كلهم في المكان، وكل واحد منهم بيشوف مكان يستخبى فيه ويشوفوا الزومبي اللي شبههم، والزومبي كمان بيشوفوهم. اهلا، ده احنا مستنيينكم من بدري. المهم ان كل واحد من الفريق بيبدا يشوف الزومبي اللي شبهه. اما تشانغ لما بيظهر قدامه الزومبي اللي شبهه بيستغرب جدا ان هو بيفتح له الباب، وبيكون خايف منه. وتشانغ بيكون نفسه يقول له ايه ده، انت مش هتهجم عليا ولا ايه؟ بس بيحاول ان هو يفلت بجلده وبيطلع يجري من المكان. اما جيانجي وتشون فبيكون هجم عليهم مجموعه كبيره جدا من الزومبي، وبيحاولوا انهم يهربوا منهم، بس بيكونوا حاجزين جيني والعجوز في مكان عشان ما حدش من الزومبي يأذيهم. وجيني بتشكك العجوز في تشون لانها زقتها في التابوت، وهي عارفه انها بتخاف من الضلمه اصلا، والعجوز بيعرفها ان تشون كانت خايفه عليها. اما بقيه الفريق فبيكونوا بيهربوا من الزومبي اللي شبههم، وفجاه بيلاقوا نفسهم بيجروا والجماعه كلهم في مكان واحد، وبيقفلوا كل الابواب عشان يحموا نفسهم. بس برضه مفيش فايده، وبيلاقوا الزومبي بتكسر الباب وعاوزه توصل له. وهنا تشون بتفتكر الخريطه، وبتعرف ان الزومبي بينجذب لصوت الصفاره، وبتطلع بره وبتفضل تصفر، والزومبي بيجري وراه. وطبعا جيانج بيعرف ان تشون بتعمل كده عشانهم، فبيعرفهم انهم لو قدروا يقتلوا الشخصيات اللي شبههم هيكونوا بكده قدروا يقضوا على قوتهم. المهم انهم بيبداوا يطلعوا وراهم، وكل ما بيشوفوا زومبي شبههم بيقتلوه، وبيفضلوا على الوضع ده. وتشون بتحاول في الوقت ده انها تروح على جسر الميه، وطبعا الزومبي بيكون وراها وبتفضل تكسر في الجسر عشان الزومبي يغرق. وفعلا على اخر لحظه الزومبي بيهجم عليها، وبتكون تشون كسرت الجسر خلاص، والزومبي كلهم بيقعوا في الميه وبيختفوا. وجيانجي بيروح وراها عشان ينقذها من الميه، وبيلاقوا نفسهم خرجوا من مكان تاني في اللعبه برضه. المهم انهم في اللحظه دي الكل بيفوق من النوم، وجيني بيفضل معاها كوابيس الساحره، وبتفتكر وقت المدرسه لما اصحابها حبسوها وفضلوا يتنمروا عليها. وبتفوق على صوت لي صاحبتها في السكن اللي بتصرخ عشان الروج بتاعها باظ، وهي بتحط يخرب بيتك هم ناقصين رعب. المهم ان جيني في الوقت ده بتشغل دماغها، وبتقرر انها تاذي تشون، وتسرب الفيديو بتاعها اللي صورته لها وتكتب عليه ان تشون ضربت قطه على الطريق. ده انت فعلا مؤذيه بقى. وطبعا بتكون عارفه ان من بعد الفيديو ده هتكون التعليقات سلبيه كتير جدا عليها. اما تشانغ فبيكون قاعد جنب بينغ على امل ان هو يصحى وياكل معاها زي الاول. اما وانغ فبيروح الجامعه وبيدخل الكافيتيريا عشان ياكل، وهناك بيقابل دودو اللي بتكون معجبه جدا بيه، وبيفضل يحكي لها ان هو معجب بواحده بس ما يعرفش هي مين. ولما بيحكي لها عن الشخصيه اللي بيحبها في اللعبه بتعرف ان هي نفسها نفس الشخص. وبعد شويه دودو بيجي لها اتصال من مامتها، وبتعرفها انها مستنياها قدام باب الكليه. ولما وانغ بيروح وراها بيلاقي معامله مامتها معاها وحشه جدا. اما جيني فبتكون قررت تنشر الفيديو، وفعلا الناس بدات تكره تشون بعد ما كانوا بيشوفوها مجرد بنت غامضه. اما تشانغ فبيكون قاعد جنب بينغ اغلبيه الوقت على امل ان هو يفوق، لانه بيكون عنده احساس بالذنب لان هو السبب ان هو يموت وما قدرش يحميه. المهم ان بعد شويه جيانجي بيقابل زميلته وبتخليه يشوف الفيديو بتاع تشون. اما وانغ فبيكون راح الشركه لما جات له رساله علشان يمضي العقد، لكن وانغ بيكون عاوز يعرف مين دودو. وطبعا موظفين الشركه بيعرفوا ان المعلومه دي مش هيقدروا يعرفوها له لانها خصوصيه الشركه. اما تشانغ فبيلاقي الدكاتره جايين ياخدوا بينغ للعنايه المركزه، وبيكون قلقان عليه جدا. وبعد ما بيقعد مع الدكتور بيعرف حالته، والدكتور بيساله على مصاريف المستشفى، وتشانغ بيطلع متضايق جدا لانه مش قادر يدفع المصاريف. وتشون بتشوف التعليقات اللي اتقالت عليها وبتكون متضايقه جدا من رد فعل الناس ناحيتها. وجيانج بيشوف الفيديو وبيحاول يلاقي طريقه عشان يعرف بيها سر الفيديو ده. اما دودو فبتكون مبسوطه جدا لانها قدرت تحقق في اللعبه اللي ما قدرتش تحققه في الحقيقه. ده انت الوحيده اللي استفدتي، وهي انها ترجع تمشي طبيعيه. وهنا بتكون قاعده لوحدها في محطه الاتوبيس، وبتلاقي وانغ مقابلها، وبما انه صديقها في الجامعه فبيساعدها انها تركب مع الاتوبيس. وبما ان دودو عارفه ان وانغ معجب بيها فبتكون مبسوطه جدا ان في حد حبها. مش قلتلك ان انت الوحيده اللي استفدتي؟ مش بيشفق عليها زي الباقيين. المهم ان جيانج بيقدر يعرف مصدر الفيديو
اللي اتنشر، وبيعرف ان جيني هي اللي نشرته، وبيروح يتكلم معاها عشان يعرف منها هي عملت كده ليه، وطبعا بتفضل تقول له مبرراتها اللي ملهاش اي لازمه في الحياه. اما تشانغ فبيطلب من وانغ انه يساعده عشان ياخد الفلوس من باباه عشان يقدر يسدد بيها مصاريف المستشفى. وفي الوقت ده تشون بتسمعه وبتعرف اللي حصل مع بينغ، وبكده بتتاكد ان الوضع خطير جدا في اللعبه دي. المهم ان سكرتيرة جيانج ما بتكونش طايقه تشون لانها بتكون حاسه ان جيانج معجب بيها، فبتروح عند جدتها البيت وبتعرفها ان تشون عنيفه جدا في تصرفاتها ومتسرب لها فيديو القطه. وهنا بقى الجده بتكلم تشون عشان تعرفها ان السكرتيره في البيت، ولما تشون بتروح تتكلم معاها بتاخدها بره البيت وبتتكلم معاها، وتشون بتعرفها انها هتلاقي طريقه عشان تثبت بيها انها ما خبطتش القطه. اما تشانغ فبيروح عند جده هايبر وبيكون عاوز يسرقها عشان يدفع مصاريف المستشفى، لكن تقريبا كده الجده بتصعب عليه فبيقرر ان هو يدخل يحط لها الفلوس تاني عشان تصرف منها وبيمشي. واخيرا ضميرك صحي. اما جيانجي وجيني فبيروحوا لمركز الرعايه الخاص بالحيوانات، وبيعرفوا ان تشون خدت القطه في اليوم ده وودتها على مركز الرعايه عشان تتعالج. وجيانجي بيطلب من صاحبه المركز فيديو وهي بتقول فيه ان تشون وصلت القطه لدار الرعايه لما شافتها وهي مخبوطه على الطريق، والفيديو ده بيتنشر والناس كلها بتشوفه وبيحطوا كومنتات ايجابيه على تشون بعد ما عرفوا انها مش شريره. المهم ان تشون بتعرف ان جيانجي هو اللي عمل معاها كده، وبتروح بقى عشان تشرب معاه واحد ليمون في الركن البعيد الهادي، لكن بيلاقوا واحد من الامن بيقول لهم يلا يا بابا من هنا، خد العصفوره بتاعتك وامشي من هنا بسرعه. وجيانجي بيضطر ان هو ياخد العصفوره بتاعته ويمشي، اقصد تشون. اما تشانغ فبيكون قاعد في البار وبيفضل يفكر في اصحابه اللي بيكون خسرهم، وبيكون عنده احساس رهيب بالذنب. اما جيانج فبيلاقي رساله من اللعبه بتقول له فيها ان كل شخص بيموت في اللعبه دي بيتعرض لغيبوبه في الحقيقه، وده طبعا بياكد له ان شكوكه كلها كانت صح. واخر اليوم الكل بينام وبتبدا اللعبه من جديد، لكن المره دي بتكون غير كل مره لانهم لما بيفوقوا في اللعبه بيلاقوا نفسهم متأيدين، وبتكون جيني هي الساحره اللي فيهم، وبيفتكروا ان في لعبه التابوت الشخص اللي هيدخل التابوت هيكون هو الراهب بتاعهم، وعلشان كده جيني بقت الراهب بتاعهم. واللعبه المره دي بتكون محكومه بقوانين معينه علشان ينقلوا للمستوى اللي بعده، والقوانين دي بتكون هي ان جيني تقتل حد من اصحابها، وطبعا جيني بتكون مشحونه اصلا من الساحره اللي بتفضل تزن عليها عشان تكرهها في تشون وبتفهمها ان تشون ما بتحبهاش اصلا. وطبعا جيني عشان عبيطه وبتصدق اي حاجه فبتصدق كلام الساحره. المهم ان جيني اول ما بتفكر تقتل بتفكر في تشانغ لانها بتكون شايفاه ان هو شخص خاين، وبتروح عنده وبتكون عاوزه تقتله، وكل اللي في دماغها انها تقتل الشخص الخاين. لكن تشانغ بيكون عارف ان جيني ضعيفه وبيفضل يستفزها وبيخوفها وبيفضل يتنمر على شخصيتها. وفي الوقت ده تشون بتحاول تلاقي طريقه تحل بيها المستوى ده، لكن ما بتلاقيش حل غير انها تحاول تفك نفسها. المهم ان تشانغ بيفضل يستفز جيني، لكن جيني بتشوفه في اللحظه دي ان هو البنت اللي بتتنمر عليها ايام المدرسه، وعينيها بتقلب زي الساحره بالظبط، وبيكون عندها جرأة انها تقتل تشانغ. وفي اللحظه دي تشانغ بيقول لها ايه ده بقى، انت اتعصبتي ليه؟ ده انا كنت بهزر معاكي والله، بصي والنبي ما تقتليني والنبي. لكن جيني ما بتشوفش اي حاجه قدامها، وعلى اخر لحظه تشون بتفك نفسها وبتروح عندها وبتحضنها، لكن المره دي تشون بتكون مقرره انها تضحي بنفسها عشان زميلها، وبتحضن جيني وبتعرفها انها بتحبها وما تقدرش تشوف صديقه غيرها. وهنا جيني بترجع لطبيعتها تاني لما بتشوف تشون انضربت بالسكينه اللي في ايديها، وبتعتذر لها وبتعرفها انها طول الوقت ما كانتش عاوزه تكون مستخبيه وراها، علشان كده قررت تقتل نفسها. وفعلا في اللحظه دي جيني بتخلص على نفسها بالطريقه دي، وبتعرف تشون انها كانت نفسها تبقى قويه وقدرت تحقق ده. وطبعا تشون بتكون في صدمه من اللي حصل وبتفتكر لحظات المدرسه وبتفضل تعيط، واول ما بتصحى من النوم بتروح تفوقها من النوم، لكن جيني ما بتفوقش، وتشون بتستغرب ان دودو اللي معاها في الاوضه وبتفوقها. وهنا بتعرف ان الشخصيه اللي معاها في اللعبه هي دودو اللي معاها في الاوضه. المهم انهم بيحضروا هدومها، ودودو بتطلب من تشون انها ما تعرفش حد حقيقتها، وبينقلوا جيني المستشفى، وبقيه الفريق بيعرف اللي حصل وبيروحوا المستشفى وبيعرفوا ان في شريحه في جسم جيني وهي دي السبب في الغيبوبه اللي هي دخلت فيها. وبقيه الفريق بيتجمع قدام الاوضه وبيلاقوا صاحب اللعبه بيكلمهم اللي بيكونوا مش عارفين اصلا هو مين ده، وبيقول لهم انهم لو كملوا اللعبه هيرجع لهم اصحابهم اللي دخلوا في الغيبوبه، او بمعنى اصح بيجبرهم ان هم يكملوا. وطبعا بيكون في جزء منهم مش عاوز يكمل اللعبه المهببه دي لانها كانت سبب في خساره ناس كتير جدا منهم، لكن جيانج بيكون شايف انهم لازم يفضلوا للاخر عشان يعرفوا ايه اللي هيحصل معاهم. لكن العجوز بيكون معترض ان هو يكمل لانه ما عندوش طاقه لعب العيال ده، لكن جيانج بيقدر يقنعه ان هو يفضل معاهم. ولما جيانج بيخلص مع العجوز بيروح لتشانغ وبيعرفوا اللي حصل معاه وبيفهموا انهم لازم يكملوا للاخر عشان يقدروا يطلعوا من الدوامه دي. اما تشون فبتكون قاعده في المستشفى وبتفتكر ذكرياتها مع جيني اللي ما بتكونش قادره تستغنى عنها ابدا. وتشانغ بيروح لجده هايبر وبيجيب لها مستلزمات البيت وبيحاول يعوض النقص الموجود في حياه الجده على ما يرجع لها هايبر البيت تاني، وبيرجع لبابا وانغ تاني عشان يطالبوا بالفلوس اللي عليه، لكن المره دي بيتخانق
معاه، وللاسف بابا وانغ بيكون بلطجي اكتر من تشانغ وبيقدر ان هو يضرب تشانغ نفسه. وهنا بيكون صاحب اللعبه اللي مش معروف هو مين ولا معروف حتى هو عاوز منهم ايه، بيكون معاه ملف للاعب جديد وهي ليه. وفي الوقت ده بتكون ليه راحه السكن بتاعها وبتحس بحاجه غريبه ناحيه القصر المهجور، بس بتقرر انها تكمل طريقها من غير ما تطلع نفس. اما دودو فبتروح تاني يوم تتغدى مع وانغ اللي بيفضل يحكي لها عن زميلته في اللعبه اللي بيكون هيموت ويعرف هي مين في الحقيقه علشان يرتبط بيها لانه بيحبها جدا. ولما دودو بترجع السكن بتلاقي تشون وبتحاول تتكلم معاها وبتعرف اللي حصل معاها ومع جيني، وتشون بتفهمها ان الوضع اللي وصلوا له مش سهل خالص. وبعد شويه دودو بتروح تقعد مع وانغ في النادي، وطبعا بيفضل يتكلم على دودو بطريقه حلوه جدا وده بيعجب دودو جدا لانها بتكون عارفه ان الكلام ده كله عليها. اما العجوز في الوقت ده فبيكون مفتقد جيني وبيفضل يتخيلها حواليه، فبيقرر ان هو يروح لجيانجي وتشون ويعرفهم ان هو موافق يكمل اللعب. وفي الوقت ده بيكون تشانغ بيحاول يخطف وانغ علشان يهدد بابا بيه، وفعلا بيخطفه وبياخدوا المكان مهجور وبيكلم بابا وانغ وبيعرفوا ان هو خطف ابنه عشان يرجع له الفلوس اللي عليه. بس المفاجاه بقى ان بابا وانغ لما بيعرف انه خطف وانغ بيقول له والله انا الكسبان، بقول لك ايه، انا عندي 2 كمان زياده في البيت، تعال خدهم يا اخوي. وهنا كانت الصدمه بجد، وطبعا تشانغ نفسه بيتصدم من رد فعل الراجل المجنون ده، لكن وانغ بيكون زعلان جدا ان باباه مش مهتم بيه ابدا. وتقريبا كده تشانغ بيصعب عليه وانغ وبيقرر ان هو يساعده. المهم ان جيانجي لما بيتصل عليهم بيعرف ان تشانغ خطف وانغ وبيروح المكان اللي هما فيه وبيلاقيهم في مركز مساج وبيقول لهم هو ده وقته انتوا كمان، ده احنا في مصيبه. ووانغ وتشانغ بيقولوا له ما احنا عظمنا بيتكسر من كتر اللعب فما فيهاش حاجه بقى لو ارتحنا شويه يعني. المهم ان جيانجي بياخدهم معاه وبيطلعوا من المكان قبل ما يجلطوه يا اخويا، لكن تشانغ ووانغ بيقرروا انهم يروحوا لبابا وانغ علشان يطالبوه بالفلوس. ووانغ بيتعصب من باباه وبيفضل يتخانق معاه، لكن في اللحظه دي بيكون بابا وانغ عايز يضرب وانغ على راسه وبيلاقي ان تشانغ بيدافع عنه. ايه ده، هو مين اللي المفروض يحمي مين؟ المهم ان وانغ بيتصدم من ناحيه باباه وبيقرر ان هو يتصاحب مع تشانغ وبيطلعوا يسهروا مع بعض. وهم قاعدين مع بعض تشانغ بيلاقي رساله من بابا وانغ وبيكون باعت فيها المبلغ اللي عليه. وهنا تشانغ بيعتبر وانغ من اللحظه دي ان هو زي اخوه اكتر وبيعرفوا ان هو هيحميه طول الوقت. ولما وانغ بيعرف اللي حصل بيروح لباباه وبيجيب له اكل، لكن بيلاقي ان باباه مش مهتم بيه اصلا. المهم ان اخر اليوم بتبدا اللعبه تاني والكل بينام، لكن المره دي ليه بتكون الضيفه الجديده في اللعبه وبيكونوا دخلوا مستوى جديد في اللعبه وبيكون في الملاهي، وليه بتكون مبسوطه جدا بس ما تعرفش انها دخلت الجحيم برجليها. ولما بيتجمعوا كلهم مع بعض تشانغ بيأكد على وانغ انه هيحميه مهما حصل. رجوله صح. المهم ان تشانغ بيكون معجب جدا بليه، ولما بيحاول يقرب منها بتضربه بالقلم. جدعه يا بنتي. وبتبدا اللعبه وبيظهر لكل واحد كابينه، وبعد شويه بيظهر لهم ورق وفي ارقام وكل واحد بيدخل الكابينه بتاعته وبيقفل عليه. والبهلوان ده بيعرفهم ان في قطر فيه كابينه واحد فيهم والمكان اللي هيقف عنده القطر هينفجر فيه وصاحب المكان هيموت. المهم ان القطر ده بيكون عند تشانغ لكن ما بيكونوش سامعين بعض عشان يعرفوا بعض اصلا وبيحاولوا يعرفوا بعض اللي هيحصل بالاشاره. المهم انهم بيبداوا يلعبوا وبيحركوا القطر، ودودو بتكون واقفه وبتحسب الوقت اللي بيكون فيه القطر بيتحرك وبتخطط ان القطر لما يقف بينها وبين الشخص اللي جنبها، يعني يقف في النص. ولما بيعملوا ده بيلاقوا القطر مش بينفجر خالص وبيغير اتجاهه وبيرجع لهم. يا دي النيله. المهم ان المره دي لما دودو بتحسب له بتعرف ان القطر هيقف عندها هي، لكن وانغ لما بيحس ده بيفضل ماسك القطر عشان دودو ما تموتش. وبعد دقايق الكابينه بتاعته بتنزل تحت الارض واصحابه بيطلعوا وبيتفقوا انهم يكملوا لعب وبيحاولوا يخلوا القطر عند البهلوان. لكن هنا تشانغ بيكون مصدوم ان خسر صاحبه وانغ وما قدرش ان هو يحميه وبيقرر يمسك القطر هو كمان، وفعلا بينزل تحت الارض. وبقيه الفريق ما بيكونوش عارفين ايه اللي بيحصل تحت الارض، لكن تشانغ لما بيفوق بيلاقي نفسه في مكان ضلمه وبيكون قدامه باب واحد بس، ولما بيبص حواليه بيلاقي وانغ معاه في نفس المكان وبيكون مبسوط جدا انه قدر يشوفه. ولما بيلاقوا مكان النور بيعرفوا ان ده دليل الباب اللي هيخرجهم بره وبيفضلوا يجروا ناحيته، لكن بيلاقوا انهم كل ما بيجروا مش بيوصلوا للباب ده وبيتعبوا من كتر الجري. ولما بيقفوا عشان يرتاحوا بيلاقوا انهم لما بيرجعوا فتحه الباب بتقرب فبيرجعوا مع بعض، لكن بيلاقوا الباب مش بيقرب. وهنا تشانغ بيكتشف ان الباب ده بيقرب لما واحد بس هو اللي بيرجع لورا وواحد بيطلع لقدام. وتشانغ بقى بصراحه بيطلع شهم وبيقرر ان هو يضحي بنفسه عشان يخرج وانغ وبيرجع هو لورا، لكن وانغ بيفضل يجري وراه عشان بيكون رافض ان هو يضحي بحياته، لكن تشانغ بيزقه بعيد وبيطلع يجري. وطبعا الباب بيفضل يقرب من وانغ، وهنا وانغ بيشوف تشانغ قدام عينه وهو بيترمى من حافه السلم في الضلمه وما بيكونش قادر ان هو يعمل له اي حاجه. المهم ان وانغ بيطلع في الكابينه لباقي الفريق وبيكون مصدوم من اللي شافه، وجيانج بيروح ياخده. وبعد شويه كلهم بيقفوا وبيروحوا عند تشانغ وبينقلوه المستشفى، ووانغ بيقدر يشوفه قبل ما يفقد الوعي خالص، بس وانغ بيكون مصدوم. المهم ان تشون لما بتروح السكن بتلاقي ليه عاوزه تتكلم معاها وبتعرفها اللي حصل، وليه
وليه بتقول لها طب ايه الحل عشان اطلع من اللعبه دي؟ كان غيرك اشطر يا ماما. وتشون بتقول لها ما تمديش على العقد اللي هيعرضوه عليك. وليه بتقول لها وكده هطلع من اللعبه. وتشون بتقول لها لا هتفضلي تلعبي بالغصب برضه، اقعدي عيطي بقى. اما وانغ فبيرجع البيت وبيكون زعلان جدا على تشانغ وعلى اللي حصل معاه، لكن باباه بيطلع عنده دم وبيحس بوانغ وبيحاول يتكلم معاه، لكن وانغ ما بيكونش طايقه اصلا وبيسيب البيت ويمشي. المهم ان وانغ بيقابل تشون في المستشفى وبيقرروا انهم يراقبوا الدكتور جيا وبيلبسوا لبس الدكاتره عشان يقدروا يدخلوا لاصحابهم، لكن الدكتور اللي دخل عند اصحابهم بيحس بيهم وبيقرر ان هو يتكلم معاه، والدكتور بيقول لهم ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل في المستشفى وبيحاول يعرف ايه اللي بيحصل مع اصحابه. وفي الوقت ده بيكون جيانجي في الشركه المسؤوله عن اللعبه ووانغ بيتصل بيه وجيانجي بيعرفوا انه في الشركه، لكن وانغ وتشون وليه بيروحوا الشركه وبيحاولوا يصوروا فيديو في الشركه على اساس انهم بيشتتوا انتباه الموظفين هناك، وبيقدر جيانج انه يدخل الشركه ويعرف اي معلومات. المهم ان في الوقت ده بيكون صاحب الشركه مراقب كل تحركاتهم وعارف ايه اللي بيحصل وبيشوفهم وهم بيدخلوا الشركه وبيدخلوا مكتب اوراق، لكن بيتفاجئوا ان كل الاوراق الموجوده في المكتب فاضيه وبيشتغل جهاز الانذار وبيضطروا انهم يخرجوا من المكتب قبل ما حد يشوفهم. وجيانج بيعرف مكانهم وبيحاول يطلع لهم وبيخرجوا فعلا من المكان، لكن ما بيكونوش وصلوا لحاجه. وليه بتكون خايفه من اللعبه ومش عاوزه تلعبها تاني، لكن صاحب اللعبه بيقرر ان هو يلغي اللعبه اليوم ده لانه حاسس انهم عرفوا حاجه. ولما بيصحوا تاني يوم بيتفاجئوا انهم ما دخلوش اللعبه وبيكلموا بعض عشان يطمنوا على بعض وبيعرفوا ان محدش فيهم دخل، لكن وانغ بيقرر ان هو يهتم بجده هايبر لان تشانغ وصى عليها قبل ما يضحي بنفسه، لكن جيانج بيحاول يدور على مكان هايبر وبيروح صاحب الجامعه عشان يتكلم معاه وبيعرف ان هايبر مش موجود اصلا. وفجاه بيلاقوا جده هايبر جات المكان وبتفضل تزعق لان حفيدها مختفي بقاله فتره، وطبعا تشون بتروح تساعد جيانج وبتهدي الجده، وطبعا الجده بتعتبرهم اطفالها وبتقعد تاكلهم. اما جيانج فبيكون مبسوط بقرب تشون جدا وبيفتكر انه شافها في طفولته وانه كان بيحبها وبيتمنى ان تشون تفتكره، وبيفتكر وقت ما خد الخمره من باباه ورماها وباباه بيفضل يضرب فيه. وهنا جيانج كان بيحاول يرمي نفسه من على الكوبري، لكن تشون بتشوفه وبتبعده عن الكوبري وبتديله ختامه على شكل ابتسامه وبتكون معاه الختامه دي لحد دلوقتي، وبيكون مستني اللحظه المناسبه اللي هيقدر يعرف فيها تشون ان هو صديق طفولتها. المهم ان بعد شويه بيقعدوا مع بعض وبيقرروا انهم يروحوا الشركه عشان يسالوا على صاحب الشركه دي عشان يتكلموا معاه ويخلصهم من العذاب اللي هم دخلوا فيه ده. وبيطلع لهم الرئيس ده وبيعمل مكالمه وهميه قدامهم عشان يفهم ان صاحب الشركه مشغول ومش هيقدر يقابلهم، لكن لما بيضغطوا عليه بيقرر يقول لهم ان هو صاحب اللعبه. وهنا بقى بتكون صدمه الفريق كله، ولحد هنا بيخلص الجزء ده من مسلسلنا. ولو عاوزين تعرفوا الفريق هيحصل معاه ايه بعد كده واللعبه هتنتهي ولا لا، ولو انتهت هتنتهي على ايه، استنوني في الجزء الجديد. ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاه في مواعيدها، ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تخلوش علينا باللايك، ولو اول مره تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه. ان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.